السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي وخوتي المغاربة الكرام، فيديو جديد غنتكلموا فيه على ابو مدين الغوت الحقيقي. كيف ما كتشوفوا هو هذا الضريح ديال ابو مدين الغوت المالكي العثماني الموجود في فلسطين، يعود للقرن الرابع عشر، ديال ابو مدين شعيب المالكي العثماني المغربي، وليس ضريح ابو مدين الغوت الانصاري الاشبيلي المتوفي سنة 1198. بالمناسبة أكرر أنه أبو مدين الغوت الأنصاري الإشبيلي لم يشارك في معركة حطين، وقع تشابه في الأسماء فقط لا غير، وشي اللي غنأكدو لك من الوثائق ومن كتب ديال التاريخ. نبداو على بركة الله. هي هذه الأوقاف ديال المغاربة في القدس الشريف. هاد الوثيقة كتعود لسنة 1320، وكيف ما كتشوف بالواضح كتعود لأبي مدين شعيب المغربي العثماني المالكي، وليس أبو مدين الغوت الأنصاري الإشبيلي. ندوزو لهذا المرجع المهم بزاف ديال المستودع العلامة ديال إسماعيل ابن الأحمر، مؤرخ مغربي أندلسي معاصر للأحداث، كيحسم الجدل بخصوص هاد الشخصيتين هادو. كيتكلم على أبو مدين الغوت العثماني، كيقول لك على أنه كان كاتبا لسلطان المغرب يعقوب بن عبد الحق الماريني، وهو كان على رأس الوفد اللي مشى للقدس وقدم هدية دار الربعة المغربية اللي كاين حاليا في القدس الشريف. وكيف ما قلت لكم انه حسم الجدل نهائيا بخصوص هذه الشخصيتين، كل شخصيه على حده. شنو كيقول لك؟ وليس ابوه ابي مدين دفين بجبل العباد، وانما الاسمان توافقا وبصحبه الشبه ترافقا. هذا من بني عثمان وذلك من الخزرج. من بني عثمان نسبه الى قبائل بني عثمان اللي كاينه في قصر كبير، كيف ما غنوريك من بعد. امور واضحه وبينه. نبقاو دائما مع المؤرخ الأندلسي المغربي إسماعيل ابن الأحمر، وكتاب آخر أعلام المغرب والأندلس، كيتكلم على أبي مدين شعيب الغوت المالكي المغربي، كيف ما قال سابقا أنه كان كاتبا لسلطان المغرب. هنا كيقول لك ومولده بقصر كشامة ونشأ بمكناس الزيتونة. قصر كشامة راه هي سميتو قصر كبير حاليا. وكيزيد كيأكد لك في مصدر آخر كيقول لك وليس هو أبو مدين شعيب بن حسين الأنصاري الإشبيلي الأندلسي، وليس هو أبو مدين شعيب بن حسين الأنصاري الإشبيلي. وكيذكر لك سر اللقب ديالو ديال بني عثمان، لأنه ينتمي إلى قبائل بني عثمان الموجودة في المغرب. وكندعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها تصحح الغلط هذا. وهنا كيتكلم على قبائل بني عثمان، وهم من بني عثمان يسكنون بالقصر قشامة. كيف قلت قصر قشامة هو القصر الكبير. يلا خوتي المغاربة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديما مغرب الله الوطن الملك، نحن الأصل والباقي تقليد.